ازيكم عاملين ايه؟ بتحب النكد والمشاكل والخناقات في العلاقة وشايف ان دي حاجة بتزود الثقة والاهتمام؟ يبقى الفيديو ده علشانك. في ناس كتير قوي بتشوف ان النكد هو الحل، ان ضربة البوس في البيت هي الحل، ان دايما الخناقات والمشاكل هي اللي بتقوي العلاقة ما بين الاتنين. الكلام ده طبعا غلط جدا. اللي بيقوي العلاقة ما بين الاتنين الاختلاف. عادي ان احنا نختلف، بس مش العادي ان احنا نتخانق. عادي ان احنا نكون مختلفين جدا، عادي ان كل واحد يكون ليه وجهة نظر مختلفة، بس اللي مش عادي ان احنا نتخانق. ممكن نكون وجهة نظرنا مختلفة، بس ممكن بالتفاهم بالنقاش نوصل للحل. لكن مش حل ابدا اننا دايما نبقى في صراعات، دايما واحد فينا عايز يطلع التاني غلطان. دايما في العلاقة المشاكل الكتير قوي بتبدأ تنهيها. صدقني لو انت دايما شايف ان المشكلة والخناقة في العلاقة دي بتقويها، فتفضل معانا في نهاية العلاقة. وطبعا مفيش انسان طبيعي بيحب يفضل عايش في نكد، ده بيبقى انسان مريض ولازم يتعالج. فتعالوا بقى نشوف النكد بيعمل ايه في حياة الاتنين المرتبطين او المتجوزين او المخطوبين او في العلاقة في العموم في المستقبل. الخلافات المستمرة والمتكررة بتعمل تآكل في الثقة بين الطرفين. فلو الموضوع ما اتحلش بالنقاش الايجابي البناء اللي هو احنا بنتناقش باسلوب محترم جدا، فكده العلاقة بتبدأ تنتهي، لان مستوى الاتصال بين الطرفين هيقل. وطبعا هنوصل لمرحلة الصمت، ومرحلة الصمت دي الطرفين مش هيعرفوا يفهموا بعض، وطبعا هما مش فاهمين بعض، فمش فاهمين كل واحد فيهم محتاج ايه وايه احتياجاته وايه اهتماماته. طيب الخلافات والنكد والبوز المستمر ده بيعمل ايه تاني؟ بيزود التوتر والضغوط النفسية في العلاقة، وده طبعا بيأثر على الصحة الجسدية. ان احنا قلنا قبل كده ان الامراض النفسية بتأثر على الجسد، فكل ده بيعمل مشاكل بتأثر على الصحة النفسية. فالصحة النفسية هتعمل ايه؟ هتأثر على الصحة الجسدية. وطبعا ما بيبقاش فيه مشاعر إيجابية بين الطرفين، ولا رومانسية، ولا أي تفاهم ما بينهم، ولا أي اتصال. وزي ما لسه قايلين من شوية، بنوصل لمرحلة السكوت التام. وطبعا كل ما بتزيد الخلافات أكتر، كل ما الموضوع طبعا بيطول، كل ما ده بيتطور، فبنبدأ العلاقة توصل إن احنا بنحط طوبة على طوبة على طوبة لحد ما بيتبني بين الطرفين سور كبير قوي. بيفضل كل طرف من الطرفين مستني بس على غلطة للتاني، مستني التاني بس يتنفس عشان يقوله انت بتعمل 1 2 3 4. وطبعا ده كله ما بيتلحقش، لان خلاص احنا بنكون الثقة اللي ما بيننا اتدمرت، الاتصال اللي ما بيننا ما بقاش موجود، ما بقاش فيه مشاعر، لان احنا بقينا نحط مكان المشاعر الإيجابية مشاعر سلبية. فمش هنقدر نفتكر لبعض أي حاجة كويسة، إن دايما هنشوف الحاجات الوحشة قبل الحاجات الحلوة، لأن احنا من جوانا مش صافيين لبعض. طيب ازاي أصلا بقى ما نوصلش لده؟ يعني ازاي العلاقة ما توصلش بينا للي بيحصل ده؟ رقم 1، لازم نتقبل بعض زي ما احنا. أنا معايا شخص أنا عارفة إن هو في عيوب 1 2 3 4 وفي مميزات 1 2 3 4. أنا باخد الشخص ده بعيوبه دي، أنا بتقبله بطبعه ده بعيوبه دي، طالما مميزاته بتغطي على عيوبه. ونحاول إن احنا دايما متضايقين من حاجة نتكلم فيها بدون خناق، بدون قلبة وش. لا، احنا بنقعد نتناقش، احنا 2 كبار وفاهمين، احنا بنقعد نتناقش. أنا متضايق من 1 2 3 4، بنوصل لحل يرضي الطرفين. وطبعا زي ما قلنا لازم الواحد يعدي للشخص اللي قدامه. ما ينفعش ان انا امسك للشخص اللي قدامي على كل غلطة بتحصل، لا، انا بنبهه، بقول له ان انت اللي عملته ده ضايقني، فهو كده كده هيحاول انه ما يعملش ده. لكن ما ينفعش ان انا من كل غلطة قد كده اعمل مشكلة كبيرة وافضل عايش في نكد وافضل عايش في مشاكل، فده مش صح. نسب الطلاق اليومين دول زادت جدا بسبب عدم التفاهم ما بين الطرفين، بسبب ان كل واحد شايف ان هو هيقدر يغير الشخص اللي قصاده. الطبع ما بيتغيرش، الشخص عشان يتغير بيتغير علشان نفسه، مش بيتغير علشان حد. والافلام للاسف والانترنت والبلوجرز بقوا مدينا صورة كبيرة قوي عن امكانيات الاشخاص اللي معانا. زمان الانسان كان مبسوط بالحاجات البسيطه قوي، لكن دلوقتي الطموحات بقت عاليه قوي وبقت اكبر اصلا من الامكانيات اللي موجوده. وبسبب الحاجات اللي احنا بنشوفها بقينا مستنيين حاجات كبيره قوي تحصل، مع ان ممكن نعمل حاجات بسيطه جدا تخلينا دايما مبسوطين في حياتنا. وفي النهايه حابه اقول حاجه بس صغيره الناس ما بقتش فاهماها دلوقتي. مفيش حاجه اسمها وجه مقارنه بين راجل وبين ست. الراجل ليه دوره والست ليها دورها. لو كل واحد عرف دوره كويس
الحياه هتمشي كويسه جدا. ما ينفعش انا اقوم بمسؤوليات الراجل وما ينفعش الراجل يقوم بمسؤوليات الست. كل واحد في الطرفين يعرف دوره، لان مفيش وجه مقارنه. ما ينفعش اقارن بين حاجتين مش متكافئين. يعني ما ينفعش اجيب مقارنه بين الزرافه وبين الارنب، هي ما ينفعش اقارن بين الراجل وبين الست. ما ينفعش الست تقول انا زي الراجل، ولا الراجل يقول انا زي الست. انت ليكي حياتك وانت ليك حياتك، انت ليك واجباتك وهي ليها واجباتها. فكل واحد يعرف دوره، الحياه هتمشي سهله وبسيطه جدا. لازم يبقى في بينا تفاهم، لازم يبقى في بينا احترام، لازم يبقى العلاقه ما بينا فيها موده ورحمه. ما ينفعش نفضل نعلق على كل حاجه، ما ينفعش ندخل الشيطان ما بينا. تواصلوا مع بعض، اتكلموا مع بعض، حاولوا تفهموا بعض كويس، وما تفضلوش دايما مستنيين على غلطه عشان تعملوا مشكله. المشاكل ما بتقويش العلاقه، الخلافات في حاجات معينه بتقوي العلاقه، بس دي لو بتتحل بالتفاهم. ليه؟ علشان احنا بنعرف بعض اكتر، علشان المفهوم ده منتشر اليومين دول. المشاكل ما بتقويش العلاقه، المشاكل بتهدم العلاقه. فمهم جدا ان الطرفين يكونوا متفاهمين، علشان ده اللي هيخلي العلاقه دي تكمل للاخر. وبكده تكون حلقتنا خلصت، واستنونا في اللي جاي. سلام.